الست لازم تكون على سنجة 10 طول الوقت، جاهزة لجوزها، ما بتقولش لأ، دايما متجددة وزي العروسة في أناقتها وريحتها. مبدئيا الكلام ده صح، لكن لو وقفت عند النص ده بس يبقى انت شايف نص الحقيقة، والقاعدة بتقول نص الحقيقة كذب. الاعتراض مش على إن الست تكون كده، الاعتراض على إننا نطلب من الست تكون 10 من 10 من غير ما نسأل أنفسنا كرجالة إحنا بنقدم إيه عشان نستحق كده. يا سيدي، الست عندها حاجة اسمها رادار. رادار بيقيس الراجل اللي قدامها في 5 دقايق، بيفهم منه هل الراجل ده شهم ولا لأ، محترم ذو مروءة ولا مجرد قشرة. الراجل مش عنده الرادار ده، ولو عايز يعمله هيبذل مجهود، لكن الست وحتى البنت الصغيرة تقدر تراقبك شوية وتعمل لك تقرير مفصل. فما بالك بزوجتك بقى، اللي لازقة فيك، اللي شايفة كل تفاصيل يومك. الزوجة اللي شايفة جوزها بياخد مرتبها اوتوماتيك حجمه بيصغر عندها، اللي شايفاه مؤثر في البيت، في الجري، في الاهتمام، اللي بتروح تكشف لوحدها وجوزها ما بيسألش العلاج بكام، اللي أبوها بيتعب ما بتلاقيش جوزها بيجري بيه، اللي بتلاقي راجل عجوز عايز يعدي الشارع وجوزها مش سايب الكلاكس عليه عشان يعدي بسرعة. مليون مقياس الست بتقيسك بيهم، وتعرف انت كام بالمية راجل فعلا. طيب لو عايز زوجتك تكون البونبوناية المقشرة اللي اتكلمنا عنها في الأول، شوف انت فين برضو. البونبوناية دي كزوجة تاخد 10 من 10، انت كزوج تاخد كام من 10؟ كراجل، كمسؤول، كشهم. حتى في أكلك، هل بتشوف هي بتحب إيه وتديهولها؟ هل بتنام في الناحية الصعبة في السرير عشان تسهل عليها؟ هل بتمشيها ناحية الرصيف وانت ناحية العربيات؟ الست الطبيعية لما تلاقيك محقق 10 من 10 في الشهامة هترجع لطبيعتها من غير مجهود. طبيعتها إيه؟ الدلع، الأنوثة، النضارة، الاهتمام بنفسها. دي مش محتاجة حد يعلمها، دي مخلوقة كده. سيستم البرمجة بتاعها شغال أوتوماتيك لما تلاقي الراجل السليم. فالست أضعف من إنها تكون صاحبة فعل، هي صاحبة رد فعل. تشوف فعلك قوي تخضع وتتدلع، تشوف فعلك ضعيف تبعد عن أنوثتها. فالسؤال الحقيقي مش إزاي نخليها تتدلع، السؤال إيه اللي غيرها أصلاً؟ وملاحظة دقيقة للستات، التقييم مش بإنت عايزة إيه، لكن بإيه اللي الراجل قادر يقدمه. لو جوزك معاه 2000 جنيه، طلبتي 1000 وعطاك ال1000، ده 50% من اللي معاه. ولو واحد معاه مليون وعطاكي 10,000، ده 1% بس. فقولي عمل إيه من اللي يقدر عليه، مش عمل إيه من اللي أنا عاوزاه. ربنا سبحانه قال لينفق ذو سعة من سعته، فالمعيار هو السعة مش الطلب. أخيراً، الرسالة دي للرجالة والستات اللي بتسمعنا. الرسالة: لو عايز تغير ابدأ بنفسك. ما ينفعش نقعد نقول خليها هي تتظبط الأول وخليه هو يتظبط الأول، مش هنخلص. الحل في كلمة واحدة: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ابدأ أنت، قدم اللي عليك وشوف الفرق. في النهاية بنحاول نحل من ناحيته ومن ناحيتها، وربنا يهدي كل زوجين لبعض، إنه سبحانه على كل شيء قدير.